صراحة اف ام 88.6. مساء النور والخير والفرحة والسعادة يا أصحاب السعادة، يا مساء الغناء والوفرة والرزق الدايم. اليوم حلقتنا تهم كل شخص قبل نص شهر يلقى شهريته فات ومش عارف وين يصرفها. اليوم حلقتنا تهم كل شخص يحس بفقدان السيطرة على مصروفه. أول حاجة، لو كانك كيما أغلب الناس أول ما تجيك الشهرية تبدأ تصرف يمين ويسار من غير ما تحسب حساباتك، ويجي نص شهر تبدأ تتسلف ولا تلوج في حلول باش تلقى كيفاش تصرف أكثر، وتبقى تلوم في روحك وتتسائل زعما وين صرفتهم وكيفاش مشاو. نحب نطمنك اللي ماكش وحدك، أغلب الناس حسب الأبحاث والإحصائيات عندهم عادات شرائية غلطة وطريقة متاع إنفاق مش باهية تخلي الواحد ديما مضغوط وقد في الفلوس. ولكن افرح خاطر مازال ما فاتش الفوت، واعرف اللي فما برشا حلول وتقنيات تخلصك من العادات السيئة هذه وتخليك تضبط ميزانيتك وتراقبها. اليوم في دنيتنا جنة باش نعطيكم الطرق الفعالة اللي تخليك تستغل شهريتك بطريقة ذكية مهما كانت مداخيلك ومهما كانت مسؤوليتك. اولا باش نقترح عليك تمرين بسيط تعمله اول شهر. نحبك تاخذ ورقه وستيلو وتكتب قداش شهريتك ولا مصروفك ولا المدخول اللي لازم تتحكم فيه، ومن بعد اكتب المصاريف الثابته المعروفه اللي لازم تخلصها كيما فلوس الكراء، قصاص البنكه لو كان عندك قروضات، الفلوس اللي متسلفهم واللي لازم ترجعهم، فلوس ليسانس لو كان عندك كرهبه، فلوس الفاتورات لو كان جا وقت خلاصهم، مصروف قرايه صغارك والكتب اللي لازم يتشراو، والى اخره من المصاريف الثابته اللي بعد ما حددتها لازم تطرح قيمتها من مدخولك متاع الشهر. معناها لو كان مثلا تخلص مليون ومصاريفك الثابته طلعوا لك 500 دينار، يقعدوا لك 500 دينار لاخر الشهر، لازم تعرف كيفاش تتحكم فيها. ال 500 دينار اللي قعدوا لك لازم تكتبهم وتقسمهم على 5 وتاخذ 5 جوابات، كل جواب تحط فيه 100 دينار، واكيد التقسيم يكون حسب الفلوس اللي قعدت لك بعد ما طرحت المصاريف الثابته. المهم اللي لقيته اقسمه على 5 وحط كل خمس في جواب. كل جمعة عندها جواب متاعها، وخامس جواب باش يكون جواب التوفير اللي هو ليبارني. مثلا كان الجمعة الأولى صرفت 80 دينار من المية، ال20 اللي بقاو يمشيو للجواب الخامس مع المية اللي فيه، وهكاكا كل مرة. وكي تخرج تقضي ولا تمشي لبلاصة باش تصرف منها ما تهزش كوارة البنكة، لازم ما تصرف كان من الفلوس اللي مخصصت لك في هكا الجواب، على خاطر النفس البشرية ديما تشتهي كل شيء بلاش حتى تردد وبلاش حتى حسابات. تلقى روحك ساعات خاطر فوقك الكوارت متاعك تشري برشا حاجات ما همش ضروريين تندم عليهم من بعد، في حين لو كان تخرج معاه كان جواب الجمعة هذيك وقت اللي تشتهي باش تشري حاجة باش ترسيلك ترجع للدار باش تجيب الفلوس، دونك تولي تبخل وتخمم مليح وهكاك الزايد الكل ما عادش تشريه. ثاني حاجة، هبط في تليفونك ابليكاسيون من لي زابليكاسيون الموجودين اللي سهل عليك مراقبة فلوسك اللي تصرفت. كل ما تصرف فرنك قيدوا فيها بالنهار، ولا تنجم حتى تكتبهم في ورقة وتحطهم ديما في ساكك ولا في الدار حذا فرشك، كي يوفى شهر وتعرف روحك فاش صرفتهم المراقبة تسهل عليك وتولي تعرف الشهر اللي بعده وين تصرف فلوسك وين لازم تنقص المصروف. ثالث حاجة، حاول ديما كي تحب تشري حاجة عجبتك ما تشريهاش بالوقت، اعطي روحك جمعة وارجع خذها لو كان الرغبة قعدت هي، على خاطر النفس البشرية تخلي الحاجة ساعات تحلى في عينيك وتشتهيها اليوم ومن غدوة ما عادش. هذاك علاش تلقانا نشريو حاجات اليوم ومن غدوة نقلقوا منها ونندموا عليهم. لازم ديما نعرف نفرقوا بين اللي نستحقوه ولازم نشريوه وبين الحاجات اللي نحبوا نشريوهم وما نستحقوهمش، الفرق كبير. رابع حاجة، ديما خصص على الأقل 10% من شهريتك كل شهر للادخار، تحطهم في قائمة المصاريف الثابتة بالأول، تنحيهم وتخبيهم، خاطر الادخار يعتبر الوسيلة المناسبة باش تلمد وتستحفظ على فلوسك. لو كانت تنحيهم من الأول ما تفيقش بيهم، وكانك تعرف اللي هالحكاية صعيبة عليك عود روحك كل شهر خبي حتى 10,000 برك تلتزم بها وما تمسهمش مهما كانت الظروف حتى لين تستانس بالتوفيق. خامس حاجة، حاول ديما آخر كل جمعة تعمل حركة لطف عشوائية لحد تعرفه ولا ما تعرفوش من فلوسك. خلص على محتاج فطور، صدق بشوية من اللي عندك لحد مستحق، اشري هدية مش لازم تكون غالية لحد عزيز على قلبك. هالحركة حسب القانون الكوني تزيد البركة في فلوسك، والطاقة اللي بذلتها باش تعمل بها هالعمل الخيري ترجع لك في الوقت اللي انت مستحقه.
بادروا بها وتفكروني. واخر نصيحه لليوم تتعلق بالستوش والبورتموني اللي تخلي فيه فلوسك. علماء الطاقه يقولوا اللي اللون الاحمر من اعلى ترددات الالوان اللي عندها موجات قويه وتجذب المال والثراء. هذاك علاش زاده الصينيين يستعملوه برشا في طقوسهم واحتفالاتهم كي يدخل عام جديد باش تعم الوفره والثراء. انسان ننصحهم بالاحمر والرجال بالمارون البني ولا الاخضر، ويبعدوا على السوشيات الكحل والزرق اللي طاقتهم مائيه تخلي الفلوس اللي يدخلوا يتصرفوا. وحاولوا ما تكثروش الاوراق الزايده فيه، خلي كان اللازم في اللازم. هكا نكونوا كملنا نصايح حلقتنا اليوم. وتو ما بقى لي كان نحييكم ونتمنى لكم الخير والفرحه والرزق الكبير، وان شاء الله دنيتكم ودنيتنا ديما جنه. صراحة FM 88.6